القصص في هذا الباب كثيرة، بل كل الأنبياء لو تكلمنا عنهم وعن حياتهم كانوا مصلين. الأنبياء سادات الخلق ما كان أحد منهم يترك الصلاة فترة قصيرة من الزمن، بل إن سليمان عليه السلام لما رأى الخيل وأخذ يهتم بها والخيل قد أعدها للجهاد لكنها ألهته عن صلاة العصر ذبحها كلها لله جل وعلا، طفق مسحا بالسوق والأعناق. وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء رفع يديه إلى السماء، شوفوا دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا رب اجعلني أنا أصلي وأقيم الصلاة واجعل كل أولادي مصلين. ما أجمل ذلك البيت الذي إذا أذن الفجر قام كل من فيه لله عز وجل يصلي. وما أتعس بيتا تمر فيه الأيام والليالي لا يسجدون فيه لله سجده. البيت الأول ملأته الملائكة، أما الآخر فهو بيت للشياطين. الصلاة نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة ليست قضية فريضة وبس، الصلاة راحة نفسية. الصلاة إذا كنت مهموم افزع إلى الصلاة وصلي، انظر إلى همك كله كيف يزول. بل لو أذنبت وقعت بالذنوب والمعاصي ثم ركعت لله ركعتين لا تحدث بهما نفسك لو نافلة، فإن الله يكفر عنك كل ذنبك. ما بالك بالفريضة؟ فإن أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه ما افترضه عليه. رجل من الصحابة رضي الله عنه زلت قدمه، ضعفت نفسه، استجاب لشهوته، اختلى بامرأة، دخل معها في حائط مزرعة، فعل معها كل شيء لكنه لم يرتكب الزنا. ندم، استغفر: إيش فعلت أنا؟ ماذا صنعت؟ تاب، أسرع إلى الصلاة، وجد النبي يصلي صلاة العصر، صلى معه العصر. بعد العصر جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ يبكي عنده، قال: يا رسول الله، فعلت جرما عظيما، أتيت امرأة فعلت معها أشياء كثيرة حرام. فقال له النبي: شوف السؤال، صليت معنا العصر؟ صليت ولا ما صليت؟ قال: نعم صليت. قال: اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة، صلي مع الناس، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ليش يا رب؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بل صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحترقون، يعني تقعون بالذنوب والمعاصي، نظرة، كلمة، تسمع شيء، تفعل شيء حرام، فإذا صليتم الظهر شو يصير؟ غسلتها. الله أكبر. طيب بين الظهر والعصر الواحد ما سلم، شاف له شيء حرام، قال له كلمة مو زينة، فعل شيء منكر، طبعا مو قصده لكن وقع بالصغائر، قال تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها. الله أكبر. طيب بعد العصر للمغرب ساعتين هم أيضا نفس الشيء، تحترقون، كل بني آدم خطاء. طيب شو الحل؟ إذا صليتم المغرب غسلتها، يا الله، والعشاء غسلتها، والفجر غسلتها. إن الحسنات، ركوع سجود، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فرق بين من قسم يومه وليلته. الصلوات الخمس إذا أذن المؤذن ما في فيلم، ما في لعبة، ما في دراسة، ما في أي شيء من أمور الدنيا، خلاص أذن المؤذن صفر الحكم. يا شباب روح نتوضأ، نصلي، ثم نرجع
بعد الصلاة ونكمل ألعابنا. أما وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، فرض ملعب، كتابا موقوتا. تتعجب أحيانا تشوف ناس وانت بالطيارة، والله البعض للأسف يمكن يمر على يومين ثلاثة حتى الجنابة ما اغتسل منها. هذا تخيل لو لقي ربه على هذه الحال. تتعجب في الطيارة تشوف بعض الناس عجايز، يمكن مرضى وصغار سن، راحوا يتوضون وقاموا يصلون، أحيانا يدورون لهم مكان ولا على الكرسي. شنو هذه؟ وأحيانا تجد ناس في السفر نزلوا بالبرد الشديد توضأوا وصلوا. حتى يقول أحد الذين أسلموا من الجالية الآسيوية عندنا لما سألناه في التعريف بالإسلام: ليش أسلمت؟ قال: أطلع البر مع المعزب، والمعزب يجي لنا ليلتين ثلاث ينام. يقول أتعجب منه، رجل كبير بالسن في ليلة باردة شديدة البرودة يقول يقوم فيتوضأ بالبرد ثم يصلي لربه. يقول أنا ما أعرف ربي ولا أعرف دين. يقول هذا الذي جعلني أسلم لله جل وعلا. تعجب أحيانا في بعض شوارع أوروبا التي أكثرها لا تصلي ولا تعرف ربها، تجد أناسا فرشوا الطرقات وصلوا لله جل وعلا. تتعجب أحيانا تلقى مريض على فراش المرض كبر وصلى، تجد إنسان ضعيف، تجد شيخا كبيرا، تجد في مطر شديد وضع مظلته وكبر وصلى. بل سوف ترون بالتقرير الحين الناس الذين يصلون. وسل نفسك سؤالا: أنت اليوم صليت الخمس صلوات في أوقاتها في جماعة حيث أمرك الله بها، أو أنت تجمع الصلاة مع الصلاتين، أو أنت تصلي صلاة وتفوت 10؟ شوف التقرير والناس الذين يصلون من كل الجنسيات، وشوف الحرم مليء بمئات بل ملايين البشر، وشوف الرجل اللي ما عنده رجل يصلي جماعة. وين قاعد يصلي؟ كان زين مسجد يعني مريح. شوف هذا الرجل وين يصلي، ووضع رجله الاصطناعية في الخارج مع الأحذية ليدخل إلى المسجد بلا أرجل ليصلي لله جل وعلا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. شنو أول صفة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد هذا كله أسألك سؤالا: لماذا لا تصلي؟ خلينا نشوف التقرير بعدين نبدأ نرد على أولئك الذين ضعفوا في صلاتهم. دققوا على التقرير على الصور اللي فيه. قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات؟ قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ بالله ما ألهاك عنها، فشغلت بالفاني الأقل. ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي. لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي؟ قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟ تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل. فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ أتحب
الحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي 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 يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفاني الأقل ما في إشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين السؤال: أنت شنو عذرك؟ أنت ما عذرك عند الله. الصلاة ما تسقط أبدا، لا على المريض ما تسقط، المسافر ما تسقط، بل حتى في المعركة في الحرب يصلي الإنسان، ما يفوت الصلاة. الصلاة ما تسقط أبدا. ناس معاقة تصلي، ناس شيوخ ما يقدر يقوم من فراشه ويحمل إلى المسجد حملا ويصلي، حتى أن الرجل يؤتى به يهادى بين الصفين وربما احتضر وتوفي وهو في الصلاة. أنت ماذا عذرك؟ أيها الشاب تذهب للعمل، للدراسة، لكل مكان، تذهب للمخيم، للديوانية وللشباب. طيب رب العزة يناديك يقول لك حي على الصلاة، تعال حي على الفلاح. تسمع الأذان ولا تصلي، ما عذرك عند الله يوم القيامة؟ فإن أول ما يحاسب به العبد عند الله الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. جهز لنفسك جوابا إذا سألك الرب يوم القيامة: لما لم تصلي؟